السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم معسلة صحية في الفرن بعجينة الشباكية، وصفة مبتكرة بشكل جديد بنكهات مغربية أصيلة. هاد الوصفة غادي تكون صحية ومختلفة في الشكل، كتكون بشكل راقي وفي نفس الوقت بمذاقات مغربية. فإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ويعجبكم المحتوى ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، وإلا عجبتكم الفكرة ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب. وندوزو لتحضير الوصفة. غادي نبداو بعجينة الشباكية. غادي نحتاج هنايا 4 كاس ديال الزبدة بلدية اللي ذوبتها 50 غرام تقريبا. غادي نزيد ليها 4 كاس ديال زيت الزيتون، يعني هنا عندنا في المجموع نص كاس بين زبدة وزيت. بالنسبة للكاس السعة ديالو 160 مليلتر. غادي نخوي هاد الزبدة والزيت في قصرية، وغادي ناخد هنايا 4 كاس ديال الحليب اللي زدت ليه شوية ديال زعفران شعرة سخنته. هنا عندي الحليب دافي. غادي نزيد ليه كذلك 4 كاس ديال الماء الزهر، يعني عندي نص كاس بين الحليب وماء الزهر. فبالنسبه لهاد الماء الزهر انا كناخذه من مرجان بيو، غير هو المذاق ديالو ما كيكونش مجهد بحال ماء الزهر العادي. غادي نزيد هنايا 2 معالق صغار بين نافع وحبه حلاوه مطحونين ومغربلين. زدت نص معلقه صغيره قرفه، وعندي هنايا شويه ديال الملحه اللي طحنت معاها 2 حبات كبار ديال المسكه الحره. خديت المسكه الحره 2 حبات وطحنتهم مع الملحه. وغادي نزيد هنايا شويه ديال الكوزه، غير شويه فقط. هنايا راه حنا مستعملين غير كميه اللي قليله بالنسبه لهاد العجينه. وغادي نزيد هنايا عندي اللوز محمر ومطحون، وعندي كذلك جنجلان اللي غير هرمشته ما طحنتوش بزاف، لان هاد العجينه ما غاديش نرققها او نشبكها، فلهذا استعملت جنجلان اللي مهرمش. فخديت تقريبا كاس لاروب ديال ما بين جنجلان ولوز. زدت كذلك معلقه صغيره ديال العسل باش تعطينا لون لهاد المعسل ملي نطيبوها في الفران. خديت هنايا 4 معالق صغيره بيكربونات الصوديوم، وفعلتها بمعلقه صغيره ديال الخل الطبيعي. وغادي هنايا نبدا نخلط هاد المكونات. بالنسبه للدقيق عندي هنايا دقيق الفرينه 250 غرام ديال دقيق فرينه بلديه. انا غربلتها ولكن كتبقى فيها نخاله رقيقه اللي غير قليله، فمن الاحسن اننا نغربلوها. هنا غادي نخلط هاد المكونات كلها، وغادي نبدا نزيد دقيق ديال الفرينه تدريجيا. كنزيد الدقيق وكندخلو مع هاد الخليط. بالنسبه لهاد العجينه ما محتاجوش اننا ندلكوها، ما غاديش تحتاج منا مجهود، فقط اننا ملي نكونوا كنجمعوها فندخلوا فيها الدقيق مزيان فقط. صافي هنايا كنبدا كندخل فيها الدقيق مزيان بهذا الشكل. المهم عندنا هو تنسجم لينا جميع المكونات، فماشي ضروري اننا نبقاو كندلكوها مده طويله. صافي هنا من بعد ما جمعتها ودخلت فيها الدقيق مزيان غادي تشوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش كيكون. يعني عجينه اللي كتكون مجموعه شاده راسها ولكن ما كتكونش قاصحه كتفرتس، كيف ما كتشوفوا معايا بهذا القوام. عجينه متماسكه وفي نفس الوقت طريه كنتحكموا فيها. فبالنسبه ليا ما دخلتش 250 غرام ديال الدقيق كلها، غادي تشوفوا معايا الكميه اللي بقات ليا. فدائما الدقيق راه كيكون حسب الخليط. هذه هي الكميه اللي بقات ليا من 250 غرام. صافي هنايا غادي نغطي هذه العجينه وغادي نخليها ترتاح مده 10 دقائق حتى 15 دقيقه، غير بما كترتاح لينا العجينه. وكندوز باش نكمل. هنايا بالنسبه للحشوه اللي غنحشي بها هاد لي ميني طارتوليت، عندي هنايا 500 غرام ديال الشريحه. هنا كتشوفوا اللون ديالها مغلوق. عندي الشريحه بلديه اللي غسلتها مزيان وحيدت ليها الراس اللي كيكون قاصح. كنحلها من الداخل وكنقيها كنقلبها، كنديرها في كسكاس وكنخليها كتبخر حتى كترطب وكنطحنها. هنا غادي نزيد ليها جنجلان اللي محمر. هنا عندي كاس لاروب تقريبا، في الكميه كتبقى حسب الاختيار ديالكم، ممكن تزيدوا الكميه او تنقصوا حسب الذوق.
زدت كذلك نص معلقه ديال القرفه، وزدت هنايا تقريبا معلقه ديال العسل. فبالنسبه لهاد الشريحه ما كانتش حلوه بزاف، لهذا زدت فيها معلقه ديال العسل. وغادي نزيد تقريبا 2 معالق ديال ما الزهر. غادي نخلط هاد المكونات كلها مزيان حتى تنسجم. هنا بالنسبه لهاد العقده او هاد الحشوه اللي غادي نستعملو، فلكم الاختيار تستعملوا اي حاجه بغيتو. ممكن تستعملوا بالتمر او بالشريحه، ممكن كذلك الا استعملتوا الشريحه تزيدوا ليها اللوز، او ممكن تاخذوا اللوز نص كيلو ديال اللوز اللي كتحمروه وكتهرمشوه، كتجمعوه بشويه ديال العسل هو اللي كتعمروه به، فحتى هو كيجي زوين. هنا من بعد ما خلطت هذا الخليط مزيان حتى نسجموا جميع المكونات كيف ما كتشوفوا معايا هنا، غادي نغطيه وغنخليه حتى غادي نطيب هاد الميني طارتوليت. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه كندوز هنايا باش كنسرحها. هنا ما غاديش نحتاج للدقيق باش يعني ما غاديش نستعين بالدقيق، فالعجينه فيها الزيت فيها الزبده فما كتلصقش لينا. غادي نسرحها، غادي نرققها شويه، ما نرققهاش بزاف بحال الشباكيه، لان هاد المعسله غادي نطيبوها في الفران فما خصناش نرقوها بزاف. وغادي ندوز هنايا باش نقطعها كيف ما كتشوفوا معايا. الليمون اللي غادي نستعمل انا عندي ليمون صغيورين، فكيكون الاطار او الطابع اللي غادي نقطعوا به كيكون كبر من المول شويه. غادي نقطع العجينه وغادي ندوز باش نشكلها. هنا راه ممكن انكم تاخذوا العجينه وتعمروها في هذا الليمول مباشره، ولكن انا كنفضل هذه الطريقه، كتجي اسهل وكتجي الفينيسيون ديالهم كتجي زوينه، كيجيو كلهم شكل واحد. فهنايا ملي كنحيدوا الزوائد ديال العجينه دائما كنديروها في بلاستيك وكنغطيوها باش ما كتنشفش، حتى كنعاودوا نرجعوا ونعاودوا نسرحوها بنفس الطريقه وكنخدموا بها، كتعطينا نفس النتيجه. هنا كناخذ هاد الدوائر وكنثبتهم على هاد الليمول بهذا الشكل. كنحاول نثبت. هنا ما كنحتاجوش اننا ندهنوا ليمول بالزبده. صافي من بعد كنقطع العجينه، الزوائد ديال العجينه بصبعي بهذا الشكل، وكنعاود كنفيني هاد الجناب بصبعي، كندوز صبعي من الفوق بهذه الطريقه باش ما كيبقاش العجينه خارجه لينا من الفوق، كتجي الفينيسيون ديالهم زوينه. صافي وكنعاود نثبت العجينه بهذا الشكل. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كناخذ العجينه كنقلبها في المول وكنثبتها بهذا الشكل. كنثبت العجينه وكنبدا كنحيد الزوائد بهذه الطريقه. صافي وكنقاد هنايا العجينه مزيان. هنا بالنسبه للعجينه ما نرقوهاش بزاف وما نخليوهاش كذلك غليظه بزاف، كتكون عندنا بهذا الشكل. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر لاطا وكندخلها للفران اللي كيكون سخون من قبل على 170 او 180 درجه حتى كتاخذ لينا لون اللي كيكون محمر. هنا ما كتحتاج اننا نخليوها في الفران مده طويله، في مده 15 حتى 20 دقيقه راه كافيه باش ما تقصحش لينا العجينه في الفران. صافي هنايا بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا كنحيدها بكل سهوله. صافي غادي نحيدهم من الليمون وغادي ندوز باش نعسلهم. بالنسبه للعسل هنايا غادي ناخذهم غنحطهم في شي اناء اللي غادي نعسل فيه، ومن الاحسن يكون كيسخن باش من بعد الا تقال لينا العسل نقدروا اننا نعاودوا نسخنوه باش يطلق لينا. فبالنسبه للعسل غادي نوريكم الصوره ديال العسل اللي استعملت كيف ما شرحت لكم في المعسله السابقه. فهنا هذا هو النوع ديال العسل اللي استعملت. من بعد ما كنحلو كنلقاه جامد فكنسخنه، من بعد ما كيسخن كنزيد ليه 2 معالق ديال عصير الحامض وكنخليه بمجرد ما كتطلع فيه الغليه كيبغي يفيض كنطفي عليه وكنخلي هذا الحامض هو اللي كيخلي العسل ما يعاودش يسكر لينا او يتحبب لينا من بعد في المعسلات. من بعد كنخويه هو سخون، يعني باقي سخون، كنخويه على المعسله ملي كنخرجها من الفران وكنخليها. بالنسبه لهاد المعسله فكتبغي شويه ديال الوقت باش كتعسل وكيدخل ليها العسل حتى لداخل، فكنخليوها يعني حسب الوقت اللي عندكم. ممكن تخليوها نص ساعه، ساعه،
ساعتين، يعني الوقت اللي بغيتو كتخليوه على حسب واش بغيتوها تجي شاربه العسل حتى لداخل بحال الشباكيه، او بغيتوها تجي غير فيها العسل من برا وتجي بحال لي طارتوليت اللي كنعرفو مقرمشه. فهنايا من بعد خديت هنايا لي كيسات صغار اللي كيكونوا صغار من هاد لي ميني طارتوليت، كنحطهم فيهم باش ما كيبقاش العسل ملي كنهزوها ما يبقاش العسل كيتلصق لينا في ايدينا. فمن الاحسن نديروا ليها هاد لي كيسات. وكندوز كنعمر هنايا كناخذ كميه من التمر وكنعمر هاد لي ميني طارتوليت بهذا الشكل، كنعمرهم مزيان. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها. وكندوز هنايا لمرحله التزيين. كناخذ هنا كنعاود كندهن بشويه ديال العسل من الفوق غير باش كيثبت لينا عليهم هاد المكسرات اللي غادي نزينوا بها. عندي هنايا اللوز اللي حمرته في الفران، دهنته فسختو دهنته بشويه ديال الزبده وحمرته في الفران وطحنته بهذا الشكل كيكون مهرمش. هنا غادي نزين بثلاثه الاشكال او باربعه الاشكال. هنايا درت اللوز كونكاسي، وغادي نزين كذلك بالبيستاج. هنا من بعد ما كندهن بالعسل كنزين بالبيستاج. من الاحسن نضغطو هنايا شويه باش كنثبتو الحبات ديال البيستاج. وفي الفراغ اللي كيبقى لينا كنرش بشويه ديال جنجلان محمر. هنا بالنسبه للبيستاج والنوا كاجو فراه كيكونوا محمرين يعني بلا ملحه. كناخذوا النوا كاجو البيستاج العاديين كيكونوا خضرين كنحمروهم في الفران وكنستعملوهم. وغادي نزين كذلك بالكاجو. هنا نحاول انني نضغط شويه على هاد الحبات باش كيثبتوا لينا على الحشوه ديال الشريحه. وكنرش بشويه ديال الجنجلان في الفراغات. فبالنسبه لكميه العجينه اللي استعملنا اللي هي 250 غرام ديال الدقيق، فغادي تعطينا ما بين 56 و 60 حبه بهذا الحجم الصغير. فهنايا هذا هو الشكل النهائي ديال المعسله ديالنا. كتكون بهذا الشكل. التزيين اللي كيزيدها جماليه اكثر. بالنسبه لهاد المعسله كتكون صحيه ومغذيه في نفس الوقت، فاحنا مستعملين فيها الشريحه اللي بلديه كذلك مع جنجلان والمكسرات. فالمعسله اللي صحيه ومغذيه في نفس الوقت ومختلفه يعني بشكل مختلف وراقي. هكا الناس اللي كيبغيو يحضروا شي حاجه مختلفه و يعني بشكل جديد، وفي نفس الوقت كنكونوا محافظين على المذاق ديال الشباكيه، المذاق المغربي الاصيل التقليدي فحاضر بقوه. يعني بالعجينه ديال الشباكيه المعسله الرمضانيه اللي ما كايناش شي دار مغربيه كتخداها، فنحضروها بشكل جديد ومتنوع وفي نفس الوقت كتكون وصفه اللي صحيه. فكيف ما كتشوفوا معايا هنا قسمت معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتكون من الداخل. فعندنا هنايا القوام ديال الشريحه اللي كتكون معجونه، وعندنا القوام ديال العجينه اللي كتكون ما بين القرمشه وما بين التعليكه، وكذلك عندنا المكسرات اللي كتكون مقرمشه. كانت هذه وصفتنا لليوم، وصفه صحيه ومبتكره، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.